فشغلوا بنتهم تقعد ترقص في التيك توك. قول لي يا زيكو، ايه رايك في الجيل اليومين دول؟ احنا عايشين يا احمد في اقذر فتره في التاريخ، كلهم دلوقتي بيهتموا بحاجات تافهه وبس. يعني عندك مثلا دلوقتي واحده عايزه مثلا تشتهر على التيك توك ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب، تقلع تعمل محتوى اهو بمشاهدات بقى فوق، مش مهم هتعمل ايه، اهم حاجه تقلع وتبين جسمها. هات لي دلوقتي ناس بيعملوا محتويات هادفه وبيطلعوا اسرع من المحتويات التافهه، صعب تلاقي الحاجات دي اصلا الناس مهتميه بيها، الناس عايزين اسفاف. تفتكر المشكله في كل ده ايه؟ الجيل ولا السوشيال ميديا نفسها؟ انا اقول لك انا، او رقم واحد الرقابه، إيه؟ التربيه اللي متربيين عليها. الاب والام كانوا مثلا متربيين او علموا اولادهم تربيه ايجابيه، فشغلوا بنتهم تقعد ترقص في التيك توك ولا بيعملوا فيديوهات قذره وحاجات كده تشمئز منها وتقعد ترقص لك ومفيش حياه اصلا. تلاقي دلوقتي ان اسهل طريق دلوقتي في الناس اللي عايشه فيها ان هم يعملوا محتويات تافهه علشان يكبروا ويشتهروا. ما يمكن السوشيال ميديا نفسها هي اللي بتطلع المحتوى الفاسد، مش عايزه توصل محتوى هادف، ما هو عايزه ده- تطلع جيل بايظ. ما هو ده الهدف بتاع المؤسسات السوشيال ميديا عموما، ان هم عايزين يشهروا بالناس التافهه، هم الترند ليه؟ عشان يغموك على الناس المحترمه. تعالى النهارده كده نتكلم مثلا ونتكلم في حاجه محترمه سكيب، لكن واحده قلعه يبصوا، واحد مثلا بيقول كلام تافه بيشتم بيقل ادبه وبيعمل كده حاجات ما ينفعش انها تتشاف، لا ده ترند على طول. يا جماعه اهتموا بالمحتويات الهادفه، البذره كويسه عايزينها تكبر، مش عايزين البذره القذره او المجتمع الهابط اللي عايشين فيه ينمو اكتر من كده.